الشركة نفس الشركة، نفس المصانع، نفس الإدارة، وسعر سهمها طالع نازل. تفتكر بقى مين اللي بيحرك الرقم ده؟ ليه ممكن تفتح الشاشة تلاقي سهم شركة معينة النهارده ب 10 جنيه وتاني يوم تلاقيه ب 11 أو نازل ل 9 مثلا، مع إن الشركة هي ما اتغيرت؟ سعر السهم في البورصة بيتحدد بناء على قانون العرض والطلب بين المتعاملين، مش بقرار من إدارة الشركة. السعر اللي أنت بتشوفه هو دوت آخر سعر اتفق عليه البايع والمشتري ونفذوا الصفقة عليه. لما يبقى في أخبار إيجابية عن الشركة زي أرباح عالية مثلا أو عقود جديدة، عدد الناس اللي عايزين يشتروا بين قوسين الطلب بيزيد عن عدد اللي عايزين يبيعوا بين قوسين العرض. ساعتها المشتريين بيوافقوا ان هم يدفعوا سعر اعلى فالسهم يطلع، والعكس تمام. لو في اي اخبار سلبيه او قلق حاصل، الناس بتخاف ويبقى عندها رغبه ان هي تبيع وتمشي، فيقبلوا يبيعوا بسعر اقل فسعر السهم ينزل. الحركه دي كلها هي ترجمه فوريه لتقييم الاف المستثمرين لمستقبل الشركه في اللحظه. خلينا ناخد مثال واقعي زي اسعار الذهب مثلا. لما الناس كلها تشتري في نفس اللحظه والكميه تكون قليله، السعر ايه اللي بيحصل فيه؟ بيعلى فورا. ولما الناس تبدا تبيع، السعر يريح يقوم نازل تاني. وعلشان كده بقول لك اسمع الخلاصه من اخوك درويش. سعر السهم هو نتاج توازن ما بين العرض والطلب، وبيكشف رغبه المستثمرين انهم يمتلكوا السهم او يتخلصوا منه حسب توقعات. وارجع تاني واقول لك اعمل فولو الدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.